السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل البسارية بطريقة مختلفة جديدة كده، كفتة البسارية أو تسموها بقى كنتاكي زي ما تسموها. أنا حبيت أقربها كده للأطفال وأخليها شبه كنتاكي شوية، أخليها مختلفة كده عشان يحبوها، فهي يعتبر تغيير بقى للكبار وحلوة جدا وسهلة للأطفال. الأطفال اللي بيعذبونا في أكل السمك، فدي حاجة كده حكاية. كان عندي واحد كاتشب كده فقلت اجرب الموضوع، فلقيتها لا، الموضوع لا، جبار، يستاهل فعلا التجربة. حاجة كده طعمها يعني رهيب. طبعا البسارية معروفة عن فوائدها، حاجة كده من الكالسيوم، حاجة يعني بصوا صحية جدا للأطفال، مغذية جدا جدا. يعني عملناها بقى جنب شوية رز أبيض بقى كده وشوية تومية. يا رب بقى لو عجبكم الفيديو لايك كده وشير، تنبيه للجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات، ويلا بينا على الطريق. هنا بقى كان عندي البسارية. بصوا هنا البسارية انا غسليها كويس طبعا، وبقطع راسها كده، وانا بشيل راسها بتشيل المصارين اللي فيها كده، بتنضفيها يعني بالطريقة دي. انا منضفة كله، سبت كام واحدة اعملها معاكم كده، ودي كانت كبيرة شوية، فالكبيرة شوية برضو بعمل راسها كده، واروح شايلة السلسلة بتاعتها. ولو في حاجة ان هي يعني بسارية عامة، الشوك فيها يعني مش حامي خالص، ده ضعيف جدا. عندي بقى هنا بطاطساية، عندي بطاطساية مسلوقة، بطاطساية وسط كده مسلوقة. عندي قرن فلفل، عندي فصين توم، عندي بقدونس، بصلاية، عندي توم باودر، بصل باودر، كمون، شطة، كزبرة ناشفة، رشة كده هحطها من الفلفل الأسمر، وعندي خل والملح، وكمان هربط بمعلقتين بقسماط. هنضرب بقى الكلام ده كله، نروح بقى نجيب الكبة بتاعتنا القمر دي اللي وصلت بالسلامة بعد غياب. هنضرب بقى الكلام ده كله في الكبة كويس. ضربناهم كده كويس، بقى هنبتدي نحط بقى الخضار بتاعنا. هحط البصل، وانا هنا جبت طماطمايه، احط بقى الخضار كله بتاعي، اقطعها بقى كويس اوي كده. هي الكبة بتاعتنا بعافية شوية، فاحنا ايه بحاول اساعدها برضه. ده كان بقدونس، اللي حابب يحط شبت برضه هتبقى حلوة. وبصوا سهلة، مخدتش مني وقت والله خالص، وفي نفس الوقت مغذية جدا. ويعني خلاص زهقنا من المقلي والصينية وبتاع، فدي يعني حاجة كده ايه مختلفة شوية. فهضرب ده كله بقى كده كويس لغاية ما يبقى معايا كفتة. اديني كده عجينة الكفتة كده. انا بقى هنا ضربتهم كويس، وحطيت وهما بيتضربوا معلقة خل، فهحط بقى معلقتين بقسماط كده، بقسماط ناعم كده، هحط معلقتين. ابتدي بقى احط البصل باودر، توم باودر، الكمون، معلقة كده، معلقة صغيرة كمون كده، برضو معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، رشة كده من الفلفل الأسمر، ورشة من الشطة، حاجة كده بسيطة. وهحط كمان معاهم بابريكا، احط كده رشة من البابريكا، واقلب بقى المكونات دي كلها كده مع بعض. ومننساش الملح طبعا. احط كده معلقة كبيرة كده من الملح،
وهقلب الكلام ده كله كويس واسيبهم شوية كده. وبعد كده هاجي اصبعهم معاكم. بس هنا دي مية محطوط فيها برضو توابل وكاري وعصرت فيها ليمونة. هبل ايدي منها بقى وابتدي اصبع بالشكل ده. طبعا الشكل اللي تحبه، ممكن تعملها زي الناجتس كده زي مربع، فاللي انتوا تفضلوه. ابتدي بقى اصبعها كده. بصوا، ما انا حاولت احط في ايدي زيت واجي اصبعها، فالزيت لا، افضل حاجه كانت الميه. الزيت ما كانش حلو معايا خالص، فاحسن حاجه كنت ابل ايدي كده بميه واصبع، بتصبع معايا بسهوله. وما تحاولوش تزودوا بقسماط، يعني حتى لو لقيتوها طريه سيبوها شويه وهتبلوا ايديكم ميه هتتشكل معاكم بسهوله. انا حطيت معلقتين بقسماط بس. بصوا بتتشكل بكل سهوله. فاشكل بقى الكميه كلها كده وارجع لكم. هنا بقى نعمل بقى الكفر كده. عندنا بقى دقيق عليه نشا، عليه البهارات برضو بتاعتنا وكاري وكركم. ممكن كمان تحط معاها مكعب مرقة خضار كده برضو في الخلطة مع التوابل، هتبقى حلوة برضو. هنا عندي دوت كورن فليكس مطحون، بجيبه من عند العطار واطحنه طحنة كده عشان بيبقى خشن، عشان يمسك معايا ويبقى حلو جدا في القلي. بحط بقى بعفرها كده في الدقيق، واحطها في المية اللي هي في التوابل، وارجع على الكورن فليكس كده. ابتدي اشكلها كويس. بصوا ده شكلها. برضو نشكل واحدة تانية كده. انا بحب الكورن فليكس قوي في التتبيل، يعني في البانيه او في الحاجات دي بتبقى برضو حلوة وبيبقى شكلها حلو. في الناجتس في كذا حاجة بيبقى شكلهم، بصوا بتدي منظر رهيب كده. كنت خلصت بقى الكمية خلاص. بصوا شكلها اصلا حلو جدا، وفي القلي بتديني قرمشة حلوة، وبصراحة بتبقى طعمها تحفة كمان. هنا بقى اروح اعمل التومية، هسيبها في الفريزر شوية قبل ما اخلص بقية الحاجات اللي ورايا، يعني هسيبها زي 10 دقايق. هنا عندي هحط كوباية مية، هحط عليهم معلقتين نشا. انا هعمل تومية، فبدوب بقى الكلام ده كله. حطيت كده، هدوب بقى النشا مع المية كده على البارد. اقلبهم كويس كده وبعد كده ارفعهم على النار. انا عايزاهم يبقى النشا تقيل، يعني المهلبية تقيلة كده. فكده خلاص بقى بعد ما رحتهم بصوا تقيلة ازاي. فتسيبها بقى تهدى شوية كده. بصوا قوامها تقيل كده اهو، لازم تكون كده. ده التومية اللي هي بالنشا. في طريقة تومية تانية هبقى اعملها لكم، بس ان شاء الله في فيديو تاني. يعني بقى بصوا القوام دوت. هجيب بقى عندي هنا الخلاط واجيب المكونات بتاعتي. عندي بقى ليمونة هنا وفصين توم كده، فلفل اسمر، ملح، خل، زيت. هحط النشا في الخلاط واديله ضربة كده يفك. ضربه كويس كده يفك من بعضه، تبقى متكتلة كده. فاحط بقى كل التوابل اللي عندي. هحط الثوم، احط شوية خل، احط رشة فلفل اسمر وشوية ملح.
حط زي معلقة ملح صغيرة كده. كمان هعصر عصرة ليمونة كده عليها، زي نص ليمونة، واضرب الكلام ده كله في الخلاط كده. انا هنا لو بعملها مثلا لفراخ مشوية او ايا كان حاجة تانية غير السمك، فانا هحط معاها زبادي او لبن. فانا هنا طبعا عشان بعملها للسمك، فانا مش ما حطيتش ولا زبادي ولا لبن، فانا هفكها بشوية مية. هنا عندي زيت، حطيت شوية زيت، وهرجع احط شوية مية عشان تمشي معايا في الخلاط كويس. والزيت برضو هنا فيه اي مادة ربط ان هو بيربطها لي. انا ما حطيتش الفنجان كله، انا خدت شوية منه. ابتديت بعد كده بالمية كده، ابتديت لغاية ما اخد القوام اللي انا عايزاه. ابتديت ازود شوية مية كده لغاية ما اخد القوام اللي انا عايزاه. هنا بقى كنت خلاص خلصتها. بصوا، هتحسوا فيك تكتلات وهي نازلة، مش مهم حتى لو عملت معاكم كده، انا بعد كده هرجع اصفيها. هنا عشان النشا كان تقيل اوي معايا، تقل مني يعني كتير. فبصوا هنا في تكتلات كده، فانا ايه، لا بمصفى كده هنزل ده كله. فبس القوام بتاعها كان كويس وطعمها كان حلو. حبيت طعمها، لا الفراخ مشوية او حاجة مشويات، فراخ، لحمة كده، هتعملوها تحطوا معلقتين زبادي، شوية لبن، هتبقى عندكم احلى تومية. هنا بقى خلاص طلعت من الفريزر. بصوا ماسكة نفسها كويس. هقلي بقى في زيت كويس، شوية زيت حلوين كده هقليهم. نقلي بقى الكمية اللي عندنا كلها كده، وبقى بالطريقة دي. ايه رأيكم في المنظر؟ حاجة يعني ما شاء الله روعة. شوية رز ابيض بقى جنب الطحينة، ايه رأيكم؟ نستاهل لايك. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير بإذن الله.